أهلا بيكم في قناتي قناة وصفة من ذهب. النهاردة إن شاء الله حنحضر مع بعض العاشورة بشكل وطعم جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين، ينعاد على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. العاشورة حلا جميل، بمجرد ما تعمليها بتدخل البهجة على البيت وعلى الجيران وحبايب الجيران. فيها بركة. بكوباية من القمح هتعملي كمية كبيرة من العاشورة بكل أسرار نجاحها، وازاي تطلع معاكي كريمية، والغلة متطعمة بتطعيمة رهيبة حرفيا. والجديد بقى اننا النهاردة هنعملها كمان بالشوكولاتة علشان نزود جمال العاشورة جمال، ويبقى طبق العاشورة بتاعك مميز والكل يطلبه منك ويشكرك عليه كمان. شايفين جمال العاشورة اللي بالشوكولاتة عاملة ازاي؟ تحفة بجد يا جماعة. عاشورة بالشوكولاتة دايبة في الشوكولاتة ومتغطية بشوكولاتة، حاجة كده وهم. لازم تجربوها بالشوكولاتة وتقولولي رأيكم. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. في البداية عندي كوبايتين من القمح الخاص بالبليلة أو العاشورة، لأن في القمح قبل ما بيتشال منه القشر بيبقى اللي هو القمح البلدي، ده بيبقى طعمه مش أحسن حاجة لو عملنا بيه بليلة أو عاشورة، لأنه بيبقى القشرة بتاعته جامدة جدا مش بنعرف نتخلص منها بسهولة. لكن الحبة بتاعة البليلة أو العاشورة اللي بنشتريها اللي هي في الأكياس دي بتكون جاهزة إن احنا نعمل بيها الأصناف الحلوة. تمام. بس لو عادي جدا عندك عطار وعايزه تشتريه سايب، ممكن تجيبيه وتقولي له انا عايزاه اللي هو القمح الخاص ان انا اقدر اعمل منه البليله او العاشوره علشان يكون منزوع القشر. ودي اول تركة في نجاح العاشورة بتاعتك، اللي بتلاقيها دايبة دوب كده وانتي بتاكليها، وتبقي مستغربة ان انتي لو دقتيها في مكان تاني تلاقيها ناشفة كده والحباية مش بتستوي بسهولة. ده غير ان الحباية بتاعت القمح او الغلة يعني بيبقى لونها فاتح غير الحباية اللي بيبقى لونها غامق، لان برضو الحباية اللي بيبقى لونها غامق بتبقى متخزنة بقالها فترة، ما بتبقاش احسن حاجة في الاكل، وبتغيب جدا عبال ما بتتسلق. مهما نقعتيها ومهما سلقتيها برضو بيبقى فيها قرشة جامدة كده وانتي بتاكليها. هناخد بقى الغلة بتاعتنا ونشطفها تحت المية الجارية لحد ما المية تبقى رايقة خالص كده، ما فيهاش اي شوائب ولا اي لون غامق. لازم تكون المية بتاعت البليلة اخر حاجة كده، تبقى رايقة تماما ما فيهاش اي حاجة. وبعدين هنجيب بولة كبيرة وننقع فيها الغلة دي الوقت المناسب ليكي. انا عن نفسي نقعتها من بالليل للصبح، وكنت كل حوالي 3 ساعات كده بغير المية واحط مية نظيفة. وانا نقعاها كنت حطاها في التلاجة. اي نوع اكل بيتنقع زي البقوليات والحاجات دي ما ينفعش في الحر ده ننقعها ونسيبها على الرخامة، لا لازم ندخلها التلاجة حتى لو هي في مية، علشان واحنا بناكلها ما يبقاش فيها طعم الكمكمة ده وريحة مش ظريفة. فاحنا لما بندخلها التلاجة بنحافظ على ريحتها وبنحافظ على طعمها كمان واحنا بناكل. وهنا البليلة بتاعتنا بعد ما قعدتها في المية من بالليل للصبح كده بقت جاهزة معانا ان انا احطها في الحلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولازم الحلة اللي نكونوا هنشتغل فيها تكون حلة كبيرة علشان تساعي البليلة بتاعتنا او القمح بتاعنا والاضافات اللي هنحطها عليه. هضيف على الغلة مية ترتفع عن الغلة بحوالي 5-6 سنتي كده، يعني حوالي لتر ونص او لترين من المية. تمام، علشان ده هنسلق فيه الغلة بتاعتنا. ومعلقة من السكر، ودي اضافة مهمة جدا ما نستغناش عنها خالص، لانها بتحلي طعم الحباية بتاعت البليلة، بتخليها مطعمة شوية من السكر، ما بتكونش هي طعم والسائل الكريمي اللي حوالين العاشورة طعم تاني. لا، معلقة السكر دي بتفرق جدا في طعم الغلة نفسها. وبعدين هناخد الحلة بتاعتنا نرفعها على النار بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، واي رغوة كده بتطلع على الوش نشيلها. الافضل ان احنا نشيلها في الوقت ده علشان ما تتسببش ان الغلة بتاعتنا يبقى لونها غامق، لان دي حاجة زي الريم كده لما بتقعد بتعقد كده تعمل لون غامق، فالافضل ان احنا نتخلص منها احسن ونشيلها. المهم دلوقتي بقى الحلة بتاعتنا انا سايباها على النار، هسيبها بقى لما تغلي غلوة حلوة كده. وفي نص الوقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لما احس ان المية خلاص قربت تقل شوية، هبتدي اضيف حوالي 3 فصوص كده من المستكة. بتفرق جدا جدا لو متوفرة عندك، بتدي طعم في منتهى الجمال بجد. هقلبها بقى حلوة قوي كده وهسيبها لحد ما المية تتشرب، واخد واحدة كده من الحبات بتاعة البليلة واتأكد ان هي استوت تماما. اخدت حوالي نص ساعة ولقيتها ان هي طابت تماما والحباية مستوية بالشكل الروعة اللي انتوا شايفينه ده.
وهابتدي بقى دلوقتي اقسم البليله بتاعتي او الغله بتاعتي نصين، نص هعمله العاشوره الكريمي البيضه العاديه خالص اللي احنا بنعملها بتركات جديده زي ما هنشوف بعد شويه، والنص التاني هنعمله بالشوكولاته. وعندي هنا كيلو من الحليب، انا بحط لكل كوبايه كيلو من الحليب، لو حابه تزودي مفيش مشكله، بس انا بحط كيلو من الحليب وبتبقى مظبوطه. وهنضيف على الحليب والغله 3 معالق كبار من النشا، وبعدين هضيف معلقة كبيرة مليانة من السكر، لان انا هحط بودرة ايس كريم فيها سكر. انما لو مش هتحطي بودرة الايس كريم ممكن تحطي من نص كوباية لكوباية من السكر، هيبقى الطعم معتدل وحلو. وهضيف باكت من الفانيليا البودر او معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. والمكون اللي بينقل العاشورة بتاعتك لطعم تاني ولون تاني وشكل تاني هي بودرة الايس كريم. بجد يا جماعة لما بنضيف بودرة الايس كريم على العاشورة بيبقى طعمها في منتهى الجمال. عارفين الفوم كده اللي بيبقى في الايس كريم بعد ما بيسيح؟ هو ده بقى بيبقى طعم العاشورة بعد ما بتخلص خالص وبتحطيها في الاطباق. جربي تحطي لها بودرة الايس كريم بدل الكريم شانتيه او اي حاجة تانية كنتي بتحطيها، هتلاقي الطعم مختلف وطعمه خيال حرفيا. ويا سلام بقى لو عندك حوالي معلقتين 3 كبار كده من القشطة، بيزودوا بقى التطعيمة غناوة كده وبيخلوا طعمها لذيذ بجد واكتر من رائع، وطعم عاشورة غير اللي انت متعودة عليه تماما. خلصنا بقى اضافة المكونات كلها اللي هنحطها على العاشورة، نبتدي بقى نقلب كل المكونات الحلوة دي مع بعضها كويس قوي علشان ما يبقاش في اي تكتلات من النشا. وبعدين نرفع الحلة بتاعتنا على النار مرة كمان لحد ما الخليط بتاعنا يبتدي يتقل علشان ياخد الشكل الكريمي اللي شفتوه في اول الفيديو. ولازم في الوقت ده نستمر في التقليب، ما نشيلش ايدينا خالص من التقليب علشان ما يحصلش فيه اي تكتلات من النشا مع السخونية، وفي نفس الوقت الحلة بتاعتنا ما تلسعش العاشورة ويبقى طعمها كده مش احسن حاجة. فلازم نقلب طول الوقت لحد ما القوام بتاعنا يبتدي يتقل وناخد القوام المظبوط بتاع العاشورة. وهنا كنا وصلنا للقوام المظبوط بتاع العاشورة، لان احنا مش عايزينها تقيلة قوي، احنا عايزين الخليط يبقى كريمي. لو سبناها ربطت اكتر من كده على النار هتبتدي تكلكع معانا ومش هتبقى حلوة. انما لما بتطفي النار عليها في الوقت ده بتبقى كريمي وبتبقى سلسة كده وانتي بتاكليها، وانسيابية كده وطعمها دلع كده، طعمها حلو جدا. وعلشان تتحكمي في قوام العاشورة ما تتقلش منك وتنشف منك بسرعة، لازم تكون النار بتاعتك متوسطة للهادية، ما تكونش عالية خالص، علشان تقدري تتحكمي في ربط النشا بتاعك، ما يربطش مرة واحدة منك وتكلكع معاكي. لما النار بتكون متوسطة على العاشورة بتقدري تتحكمي فيها بطريقة اسهل، بالذات الناس المبتدئين. ما تعليش النار خالص وانتي بتشتغلي عشان ما تتلسعش منك، وعلشان تتحكمي في القوام اللي انتي عايزاه بالظبط. وبعد ما بترفعي العاشورة من على النار تبتدي بقى تسيبيها لما تهدى شوية، وبعدين تبتدي تحطيها في الأطباق بتاعتك بالشكل بقى اللي انت عايزاه، والأطباق اللي انت عايزاها تطلع معاكي بالشكل التحفة ده. خلصنا بقى العاشورة بالفانيليا، هنعملها دلوقتي بطعم جديد بطعم الشوكولاتة، حاجة كده تدوب في البق دوب، والعشاق الشوكولاتة لازم تجربوا العاشورة بالشوكولاتة هتعجبكم جدا. عندي هنا الكوباية التانية من العاشورة، هحط عليها كوباية من الحليب وابتدي اضربها بالهاند بلندر، واللي ما عندوش بقى هاند بلندر ممكن يضربها في الخلاط او في الكبة. المهم ان هو ينعم شوية حبات الغلة بتاعتنا، تبقى نص ضربة كده، ما تبقاش ناعمة خالص ولا تبقى بنفس شكلها ده، علشان وانتي بتاكليها مع الشوكولاتة كده تحسي ان هي بتدوب دوب وانتي بتاكليها. وبعدين هنبتدي نضيف لتر من الحليب الكامل الدسم، بيفرق جدا وبيخلي طعمها جميل جدا. وهنحتاج 3 معالق كبار مليانين من النشا، ومعلقة كبيرة مليانة من الكاكاو الخام الغير محلى، بتعزز الطعم واللون وبتخلي طعم العاشورة بالشوكولاتة في حتة تانية خالص. وهنضيف معلقتين كبار من السكر او حسب الرغبة، بس انا عشان هستعمل ايس كريم شوكولاتة بالسكر برضو، ايس كريم باودر يعني عليه سكر، حطيت معلقتين كبار بس. لو انت مش هتستخدمي الايس كريم يبقى زي ما قلتلكوا في الاول، يا هنحط نص كوباية يا كوباية من السكر. وعندي هنا 200 جرام من بودرة الايس كريم بالشوكولاتة، بتدي طعم حلو جدا وجديد، وبتخليكي تاكلي العاشورة كده اكنك بتاكلي شوكولاتة صافي. وعلى فكرة وزن الايس كريم الفانيليا علشان انا نسيت اقوله 160 جرام من ايس كريم الفانيليا، يعني باكت كده 160 جرام.
وهنضيف برضو حوالي 3 معالق كبار من القشطة لو متوفرة، بتدي تطعيمة حلوة زي ما قلنا في الأول. وهنقلب برضو كل المكونات الحلوة دي مع بعضها كويس قوي قبل ما نرفعها على النار، علشان ما يحصلش تكتلات من النشا. هناخد بقى خليط العاشورة بالشوكولاتة اللي احنا عملناه ده، ونحطه في الحلة اللي احنا عملنا فيها العاشورة بالفانيليا، ونرفعهم على النار المتوسطة، ونستمر في التقليب زي ما قلنا قبل كده، علشان الحلة بتاعتنا ما تلسعش العاشورة ويبقى طعمها مش حلو، وفي نفس الوقت علشان ما يحصلش اي تكتلات من النشا. واول ما نوصل للقوام الكريمي اللي قدام حضراتكم ده، هنطفي على الحلة على طول، وناخدها نبتدي نحطها في الاطباق بتاعتنا زي ما عملنا في القعشورة بتاعت الفانيليا بالظبط، بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. شايفين خليط العاشورة بالشوكولاتة عامل ازاي؟ تحفة. وبكده تبقى العاشورة بتاعتنا خلصت، واللي جاي بعد كده بقى دي زيادات لو حابة تعمليها براحتك. وطبعا الكمية بتاعت العاشورة اللي احنا عاملينها النهاردة كمية كبيرة. لو انتي عدد افراد اسرتك اسرة بسيطة يعني صغيرة كده، يبقى ممكن تقسمي الكمية على 2 او على 4 زي ما تحبي، او تعملي بقى الكمية زي ما انا عملت كده، وتفرحي جيرانك وحبايبك وتدخلي البهجة كده على بيوت كل الناس اللي حواليكي. الكمية اللي انا عملتها النهاردة دي عملت معايا 12 طبق من اطباق الخشاف الكبار مش الصغيرين، علشان في حجمين من اطباق الخشاف، حجم صغير وحجم كبير. الاطباق اللي قدام حضراتكم دي الحجم الكبير. هنبتدي بقى دلوقتي نزوق اطباق العاشوره بتاعتنا بالشوكولاته. انا كان عندي شوكولاته خام، واي شوكولاته تنفع، لو عندك اي نوع شوكولاته ممكن تنفع، هتبشريها زي ما انا عملت كده لو حابه، وتحطيها على وش الاطباق بتاعتك. اضافه بجد بتخلي العاشوره بتاعتك طعمها في منتهى الجمال. تخيلي بقى معايا الطعم، العاشوره بتاعتك عاشوره كريمي كده، ومتطعمه كده بالايس كريم سواء فانيليا او شوكولاته، ومحطوط على وشها بشر شوكولاته واصابع شوكولاته حاطينها فيها، وواحده كريز لذيذه كده جميله، وشويه فرافيش كده لونهم ذهبي هنحطهم بعد شويه. حاجه كده في منتهى الجمال. بجد طبق واحد كده تحطيه كده وتاكلي منه وهو ساقع كده ومشبر كده من التلاجة، بجد طعمه تحفة. لو اكلتي العاشورة بالطريقة اللي احنا عملناها النهاردة دي، هتفرق معاكي واكنك اول مرة تاكلي عاشورة بالطعم الروعة ده. لو جربتوها بجد هتعتمدوا الوصفة دي ومش هتعملوا اي وصفة عاشورة تانية. وممكن لو عايزة تضيفي مكسرات او جوز هند او زبيب، يعني الاضافات اللي هتتحط على الوش دي انتي وراحتك وحسب المتوفر عندك. شايفين العاشورة الكريمي البيضة عاملة ازاي؟ تحفة مع الشوكولاتة البيضة. ولا العاشورة بقى بالشوكولاتة البني وجمالها، وكريمية زيادة عن اللزوم بسبب ان احنا عملناها بالهاند بلندر. حاجة كده بتدوب في البق دوب، شوكولاتة في شوكولاتة لكل عشاق الشوكولاتة. حاجة كده ما تتوصفش من جمالها. ان شاء الله تجربوا العاشورة بالطريقة دي وبالطريقة بتاعت الشوكولاتة الجديدة، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها اول باول. وشيروا الفيديو، يعني شاركوه مع قرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع الف سلامة.